قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقريره إن 129 شخصا قتل واستشهد بأساليب وأشكال متعددة في إقليم عفرين المحتل من قبل الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له خلال عام 2021، إلى جانب وقوع 25 انفجارا و26 حالة اقتتال وأكثر من 726 حالة اختطاف واعتقال تعسفي للمدنيين من قبل الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركي. وأشار التقرير في التفاصيل إلى أن 66 مدنيا بينهم 13 طفلا و15 مواطنة استشهدوا بالشكل التالي: 26 بينهم 4 أطفال و8 مواطنات بقصف بري مصدره مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية، و24 في تفجيرات بينهم 7 أطفال و5 مواطنات، و6 بينهم سيدة تحت التعذيب في سجون الميليشيات المسلحة، و4 بينهم طفلين وسيدة في جرائم قتل، و3 رجال في ظروف مجهولة، ورجلان على يد الفصائل، وشاب أنهى حياته منتحرا بسبب تضييق الخناق عليه من قبل الفصائل. وقتل 61 عنصرا في الميليشيات المسلحة التابعة لأنقرة، 22 في تفجيرات بينهم 3 قياديين، و13 في اغتيالات فصائلية وعشائرية وعائلية، و11 بقصف جوي روسي، و10 برصاص مجهولين، و4 بقصف بري مصدره مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية وعنصر تحت التعذيب في سجون فرقة الحمزات، إلى جانب مقتل 2 من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية داعش في عملية أمنية للميليشيات التابعة للاحتلال التركي. وأضاف التقرير أن إقليم عفرين المحتل شهد 25 انفجارا في العام 2021 تمت جميعها عبر عبوات ناسفة وألغام أرضية وآليات مفخخة وملغمة. قتل خلالها 46 شخصا، هم 24 مدنيا بينهم 7 أطفال و5 نساء و22 من عناصر الميليشيات المسلحة، كما أصيب خلالها نحو 73 شخصا. وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 726 حالة اختطاف واعتقال تعسفي لمدنيين من قبل الميليشيات المسلحة، بينهم 185 امرأة و4 أطفال دون سن 18، في حين تم الإفراج عن نحو 477 منهم بعد دفع ذويهم لإيتاوات مادية بالليرة التركية والدولار الأمريكي، بينما لا يزال البقية قيد الاعتقال والخطف. كما وثق تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 465 انتهاكا بأشكال عدة توزعت على النحو التالي: 168 عملية استيلاء على منازل ومحال تجارية في عفرين والنواحي التابعة لها من قبل عناصر وقيادات الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركي، حيث تعود ملكية هذه العقارات لسكان الكرد الأصليين في إقليم عفرين. 113 عملية استيلاء على أراضي زراعية تعود ملكيتها للمهجرين قسرا من عفرين والنواحي التابعة لها. 78 حالة بيع لمنازل المهجرين قسرا كانت الميليشيات قد استولت عليها بقوة السلاح، حيث تتم عملية البيع بأسعار زهيدة وبالدولار الأمريكي تحديدا. 106 عملية فرض إتاوة من قبل الميليشيات المسلحة والمجالس المحلية على المدنيين مقابل السماح لهم بزراعة أراضيهم وجني محصولها، وتتمثل تلك الإتاوات بدفع الأهالي لمبالغ مادية بالدولار الأمريكي والليرة التركية أو نسبة من أرباح المحصول أو كمية منه. وأضاف المرصد أن الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له يعمل على إحداث عملية تغيير ديمغرافي في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها، فقد باشرت القوات التركية والميليشيات في الثلث الأول من العام 2021 بالعمل على بناء 7 قرى نموذجية بغية توطين القادمين من باقي المحافظات فيها في إطار التغيير الديمغرافي بالاعتماد على منظمات وعبر مؤسسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ودول خليجية، وهي تقع في جنوبي قرية شاديري، جبل شيخ محمد شمالي بلدة كفر سفرة، جبل شوطي، طريق جبل قازقلة شمالي بلدة كفر سفرة، موقع ليتشا بين قريتي قرمتلق وشقلة تحتاني،
قرب المستوصف في بلدة شية وقرب قرية خالتا في شيراوة. وذكر المرصد أن الميليشيات المسلحة عاثت فسادا بممتلكات المواطنين وقطعت آلاف الأشجار المثمرة إن لم يكن عشرات الآلاف منها لبيعها واستخدامها كوسيلة للتدفئة، في حين تواصل الميليشيات التابعة لأنقرة جرف التلال الأثرية في محاولة منها للبحث عن اللقى والدفائن الأثرية وتخريب التاريخ السوري. التقى يوم أمس الخميس وفد من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي برئاسة السيد حبيب إبراهيم مسؤول دائرة أوروبا وعضوية السادة مصطفى آلي وأكرم حمو مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني إيران برئاسة السيد بهاء إبراهيمي مسؤول منظمة بلجيكا وعضوية السادة دارا ناطق وفيروز ويسي. حيث قدم وفد الوحدة في بداية اللقاء تعازي الحزب باستشهاد العضو في الديمقراطي الكردستاني إيران حيدر قرباني الذي أعدم قبل فترة في معتقلات ملالي إيران. كما تحدث وفد الديمقراطي عن علاقة الحزب مع المعارضة الإيرانية ومفاوضاتهم مع الجناح الآخر للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث أكد الوفد على أن المفاوضات قد وصلت إلى مستويات متقدمة تمهد الطريق إلى وحدة الجناحين في المستقبل القريب. من جانبه تحدث وفد الوحدة الديمقراطي الكردي يكيتي عن جولات الحوار بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، وأكد الوفد على موقفه الإيجابي منه باعتباره حوار بين طرفين وليس حوارا كرديا على الرغم من عدم قبول المجلس الوطني الكردي لحزب الوحدة بالانضمام إليه. كما تحدث عن موقف الحزب من الائتلاف السوري المعارض والذي أصبح أداة بيد تركيا وشاركها في احتلال مناطق عفرين وسريكانية وغريسبي وجميع الانتهاكات والممارسات اللا إنسانية بحق سكانها الكرد. وانتقد الوفد بقاء المجلس الوطني الكردي حتى الآن في الائتلاف السوري بعد كل تلك الممارسات الشنيعة. في ختام اللقاء اتفق الجانبان على الاستمرار في اللقاءات والنشاطات المشتركة بين الحزبين والتنسيق بينهما في أوروبا. احتشد ناشطون ومناصرون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد أمام مبنى المحكمة في مدينة أزمير يوم الأربعاء الفائت مع بدء النظر في قضية مقتل موظفة الحزب دينيز بويراس. وقالت رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان: ستتم محاكمة القاتل هنا، ولكن الناس الذين أعطوا الأوامر لهذا القاتل ووجهوه لسحب الزينات لم يتم استجوابهم. وتظاهر العشرات من الناشطين والأنصار أمام المحكمة في أزمير ورفعوا لافتات وصور الضحية وطالبوا بتقديم التوضيحات حول القضية. وفي السياق أصيبت دينيز بويراس ب6 رصاصات يوم 17 حزيران 2021 في مقر حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أقيم اجتماع لمجلس الإدارة واتهم بالجريمة عضو جمعية الذئاب الرمادية اليمينية المتطرفة أونور جينتشير. وفي السياق هاجم مسلح يحمل مسدسين وسكين يوم الاثنين مكتب الحزب المؤيد للأكراد في اسطنبول، مما أسفر عن إصابة عضوين من الحزب. شاركت عمدة مدينة جوهانسبورغ الدكتورة ميفو فالاتسي إلى جانب عدد من كبار الشخصيات في حفل تأبين تكريما لديزموند توتو أقيم يوم الخميس في كاتدرائية سانت ماري. وتحدث أفراد عائلة توتو وزعماء دينيون في حفل التأبين الذي أقيم تكريما لكبير الأساقفة توتو، وأشعلوا الشموع تخليدا لذكراه. وقال سيفو ماسيمولا وهو أحد معارف توتو قبل الحفل إنه أحد الأساقفة الذين أصبحوا مثالا يحتذى به لما يجب أن يكون عليه المسيحي، وهو أنه عليك العمل ليكون الجميع متساوون أمام الله. وكان توتو مناهضا لنظام الفصل العنصري وأطلق حملات لتحقيق المساواة بين الأعراق، وفي عام 1984 حاز على جائزة نوبل للسلام عن عمله في مجال حقوق الإنسان. وتوفي الزعيم الروحي والسياسي الذي عمل دون كلل عن 90 عاما غداة عيد الميلاد، وسيحرق جثمانه وتدفن رماده يوم رأس السنة.
وتم تنكيس العلم الوطني المتعدد الألوان في أنحاء جنوب إفريقيا، وستقام مراسيم في أنحاء البلاد يوميا حتى يوم الدفن. وقالت مؤسسة توتو إن الأسقف لم يرغب في مظاهر التباهي ولا التبذير في الإنفاق، وفقط باقة من أزهار القرنفل المرسلة من عائلته ستوضع في الكاتدرائية يوم مراسم الدفن. اصطف عدد من الأشخاص خارج متجر للألعاب النارية في قرية سلوبيس البولندية الحدودية في محاولة لتجاوز الحظر الذي تفرضه ألمانيا على الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة. وتظهر اللقطات المصورة موظفين في متجر فونكي وهم يسمحون لعدد قليل من الزبائن دخول المتجر في كل مرة تفاديا للازدحام. وشهد المتجر وصول عشرات الألمان للعام الثاني على التوالي بسبب الحظر ذاته، وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت حظرا للعام التالي على التوالي في محاولة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 خلال الاحتفالات في وقت تكافح فيه البلاد موجة جديدة من الإصابات بمتحول أوميكرون.